بعلق على موضوع كذا وأنا مرة مرور الكرام بتويتر فمريت عليه. بس اللي بقوله ما ححكي وش السالفة وأعطي ناس أكبر من حجمها، بس اللي بقوله إنه أنا مهما سويت، مهما رحت، مهما جيت، مهما سويت، مهما كان عقليتي open minded، حياتي اللي أنا عايشتها وطريقتها، ما جاء يوم سبيت بلدي ولا سبيت ديني. فالناس اللي تطلع وتقلب على السعودية مثلا، ولا تطلع تلحد ولا تكفر ولا اللي تسوي اللي تبيه، لا حد يقول روز لأنه أنا أفتخر أني مسلمة ومهما صار في الحياة ما راح أغير ديني عشان أعيش حياتي. ربي يهديني، ممكن على طريقة حياتي، ممكن على لبسي، ممكن على ربي يهدي، بس إني أغير ديني عشان أعيش. فاللي بقوله اللي بيسوي يسوي اللي يسويه، لا يجي ويقول روز كذا فيها وكذا فيها. لا حبيبتي، أبدا لا. ممكن أنا ضد بعض العقليات بالسعودية اللي تفكر بطريقة مختلفة، بس ما عمري جيت سبيتهم وقلتهم أنتم متخلفين ورجعيين. كل واحد له طريقة. أنا إنسانة بعيش بالطريقة اللي أنا أبغاها، مو لازم أوري السوشيال ميديا إنه أنتوا يا السعوديين فيكم وما في. ليش؟ عيشي حياتك مع نفسك. ليش تخلين الناس تتجرأ على بلدك؟ يعني المفروض إنه هذا يعني ما عندي تعليق. فاللي بقوله أنا طالع أمريكا أدرس، فلا حد يتفلسف ويسوي أفلام هندية. وما قاعدة أدرس هالفترة بسبب نقلتي من ولاية لولاية، صار لخبطة بالتسجيل واضطريت إني أعتذر عشان أسجل السمستر اللي بعده واللي بعده، أشوف إيش الوقت اللي يناسبني مع اللخبطة. فلا حد يضمني لأي فئة. أنا إنسانة عايشة حياتي مع نفسي، بيني وبين نفسي، ما عمري قلبت على أحد ولا حطيت البلا بأحد. بيني بين كلابي، صديقاتي، حياتي، لا حد يحط